حلو، انت كويس، انت بحس ان انا كويسه. في عايزين يوم نعمل بيجاما بيجاما داي ما عملناش ده اه ليه؟ مش هطلع لكم انا مثلا مبهدله وكئيبه وبعيط، اكيد لا. فدايما الناس بيتهيأ لها ان everything is perfect. هاي، انا ياسمين من تيم ستايل هاوس، من العيله بتاعت ستايل هاوس، بس مش العيله اللي مشيت وسابت ستايل هاوس من زمان. انا لسه من العيله اللي وهتفضلي موجودين ان شاء الله من العيله. ان العيله شاء اللي الله. مشيت دي هم ستيل عيله، بس يعني ايه، متفرقين، بنتقابل غدوات، في عشوات، في جروبات، نقعد في نبعت الفن. ميمز في الفن بالظبط. التوبيك اللي احنا محضرين نتكلم فيه، احنا ما حضرناش يا جماعه، بس يعني عايزه اقول لكم التوبيك اللي احنا اتكلمنا فيه على ان احنا معظم الوقت انتوا بتشوفوا على السوشيال ميديا بصفه عامه، وعلى صفحه ستايل هاوس، وعلى اي حد، الواحد بيطلع دايما احسن ما عنده. فانتوا بتبقوا متخيلين، لان اكيد مش هطلع لكم انا مثلا مبهدله وكئيبه وبعيط، اكيد لا. فدايما الناس بيتهيأ لها ان everything is perfect، ان هي perfect، ان شخصيتها perfect، ان بيتها perfect، ان لبسها perfect، ان يعني سلامها النفسي ممتاز، ما عندهاش ولا غلطه. فكنا بنتكلم على فكره البيرفكت، يعني ايه بالعربي؟ المثاليه. المثاليه. يعني فكره المثاليه، ثانيه واحدة. فاحنا كنا بنتكلم على فكره المثاليه، او ان الواحد يبقى دايما بيرفكت طول الوقت، سواء هو كشخص او الحاجات اللي حواليه. عايزه اعرف رايك بقى يا ياسمين. عامه يعني احنا ممكن نعمل يوميات عن حياه حضرتك الله يسترك. behind the scene، اه، ونبقى نوري الناس الجانب الاخر اللي اللي مش موجود، بيشوفوه، اللي مش بيشوفوه. الرجل اللي اتجزعت والبطل اللي اتكسرت. لا ده كان، دي كانت حاجات كده يعني، بس لا يعني العمليات، بالظبط، التعب، الحاجات بالظبط. الكوارث اللي بتحصل، يعني من غير ما نقعد نتكلم فيها. الحمد بس لله احنا في نعم، كلنا الحمد في نعم. بس لله. انا فاهمه وجهه نظر ياسمين، الناس تبقى شايفه دايما الصوره الحلوه على البيج، بس مش بالضروره انتوا فاهمين في الكواليس. محدش بيبقى عارف ولا فاهم اه، ايه بقى، ايه تاني موجود. ليه؟ بالظبط. ما حضرتك بتصوري الصبح حضرتك مبتسمه ولابسه وحاطه روج على فكره وماسكارا. كتير مش مهندسه هي بتطلع بتصور الصبح وهي ما بتنزلش من البيت، مم. هي تعبانه وقاعده في البيت مم. ما بتنزلش. بس ما حدش بيبقى فاهم ده، ومحدش صح، بيبقى عارف ده، صح. ومش متخيل بقى ان لا، طب ما دي ما شاء الله مهندسه بصي، ما هي وعايشه هي حياتها دي الفكره يا حلو. ياسمين، هي دي الفكره. يعني لو انا قررت ان انا ابقى عندي مكان سبيس بطلع فيه للناس معلومات، او بشارك معاهم حاجات، بتبقى الغرض كلها وربنا وحده اعلم، وان شاء الله لو نيتي اتهزت ربنا يرجعني تاني نيتي، ان انا انشر معلومه، او انشر جود فيلينج، او انشر تip، او انشر نصيحه، او انشر يعني خبره واكسبيرينس. فاكيد وانا طالعه مش هطلع للناس عامله كده. يعني هم كانوا عندي من فتره كده، يعني هم كلهم كانوا قاعدين جنبي مستغربين شكلي يعني. فاكيد اكيد اكيد الناس كلها على السوشيال ميديا لازم تطلع. يعني لو انا قررت ان انا مسؤوله وطالعه بتكلم وبحاول اوصل للناس رساله، اكيد هطلع في ابهى صوره. ليه بقى؟ ليه؟ ليه بقى لازم دايما هقول نطلع بصوره هقول ان احنا أنا حلوين لا جدا؟ لا، هي دي مش رول، دي انا شخصيتي، ودي غلط. يعني اه انا بحس ان انا لو انا هقول لك على حاجه تخيليه يا ياسمين. يعني مثلا كنت بعمل عزومه يا جماعه، انا نفسي كل حاجه بالحنتو الا العزومه بتاعتكم انتوا عادي ولادي وقلت لهم كانت قبليها، تحفه. والله قلت لهم انا مش هقف اي عزومه يا جماعه، ببقى عارفه انا هيجي لي كام حد والكراسي والعدد، وبقعد فيجوالايز انا لو جاي لي ضيف. وانا على فكره ما بعزمش كتير، يعني اللي يشوف كده يقول العزايم مقطع بعض يعني. بس انا بقول لكم حتى لو عازمه بابايا ومامتي واختي، بس انا عندي اخت واحده، كرسي هبه هتقعد فين، وخالد جوزها هيقعد فين، وولادها هيقعدوا فين، وبابي ومامي، وده بيحب ايه ودي بتحب ايه ودي. فدايما دايما عندي فكره ان انا اكون مجهزه للناس كل حاجه، وبالتالي لما باجي اطلع هطلع اكلم حد. مم. الناس طبعا هم اهلي وكل حاجه، بس في الاخر الناس اكيد مش عايزين يشوفوني وانا مودي وحش، يعني مش هطلع انكد على الناس. مم. وانا ببقى دايما انت شفتيني انا في عز عيايا وفي عز زعلي وفي عز خلاص بقى الموضوع ده. يعني ما بحبش الدراما، فمش هطلع للناس بدراما. ففكره ان انا اطلع شكلي كويس، انا واخداها من كذا منطلق. اول حاجه تو سبريد بوزيتيفيتي، ان انا انشر الايجابيه. تاني حاجه والله العظيم دي حقيقه، وكنت لسه منزله ستوري الاول، لما بصحى الصبح حاطه في مودي ان انا هلبس وهنزل سبحان الله المايند سيت بتاعك كله بيتغير. انا حلوه، انت كويس، انت بحس ان انا كويسه. في بوينت برضو عن باشمهندسه ايه اول ما تخش علينا مثلا وهي حاطه اي ميك اب بطريقه معينه او تفهموا. مهتميه قوي باللوك بالظبط. زياده، يبقى هي جايه تعبان. متوتره اه، وتعبانه. صح. وكان في موضوع حصل امبارح او وانا حصل مش عايزه الصبح وهي اقول. جايه، اه، فهي عايزه تنزل بقى، لا هي عايزه تغير المود ان احنا كده نسويتش من ده لده. بالظبط.
فدي انت برضو بتفضحيني. يعني انا فعلا ده حقيقي. يعني انا بحب احط ميك اب قوي من وانا صغيره، بس الميك اب الكتير غير ان هو يعني هو مبدئيا مش صح دينا يعني، بس خلينا نبقى واضحين عشان كل حاجه تتحط في نصابها، لكن بيبقى بلدي كمان قوي مع الحجاب. بس ساعات انا ببقى تعبانه قوي او حصل حاجه مضايقاني او عيانه او زعلانه او كده، بطلع غلي ان انا بافور في الترويق. يعني هم بيخشوا لي المكتب، احنا حاطين الموبايل دلوقتي على المكتب، هو المكتب ما عليهوش حاجه، انا بقعد اروقه، بقعد اروق المكتب واروق الاقلام وابري الاقلام. فكرة ان مكاتبنا احنا تبقى منظمة دي اه لا حاجة بس دي حاجه مهمة. سخيفه قوي يعني. يا بجد يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه، انا دي حاجة بقول لكم مهمة قوي ان اه عند باشمهندسة لازم اه المكتب يبقى منظم. ايوه عشان انت تعرفي تشتغلي. يعني you don't need to be perfect all the time، لكن at least السراوند. ما هقول لكم، عارفه هقول لك على حاجه، انا فهمت انتوا طبعا اكيد الناس اللي عارفاني عارفه ان انا اصلا عندي سايكولوجي باك جراوند. الحاجات اللي في حياتك اللي ما بتبقاش بيرفكت وانت ما عليكيش كنترول عليها، بتحاولي تعوضيها بحاجات تانية تبقى بيرفكت انت عليكي كنترول عليها. there is مم. definitely a psychological background to support what I'm saying. ان نفسيا لما الواحد بيلاقي حاجات كتير في حياته هو مش عارف يسيطر عليها، علاقته باهله، علاقته باولاده، صحته، علاقته باصحاب، اي مشاكل نفسيه عنده، بيبتدي يدور على الحاجات السطحيه اللي هو يقدر يبقى ان كنترول. الكحل اللي انا حاطاه انا اللي هعرف احط انا عايزه احط ايه، لبسي انا بختار انا اعمل ايه، مكتبي يبقى متروق وفل. انا من جوه بقى ممكن يكون في ظلام كاحل، لكن بحاول ان انا اظبط الحاجات دي. ليه بقى؟ لان في مثل انا بحبه قوي، fake it until you make it. مم. لما بتحطي نفسك في الفيك انفايرمنت ان الدنيا بيرفكت، انت طبيعي من غير ما تحسي من غير وعي بتبتدي تاكت ابون ان انت بيرفكت. يعني احنا هقول لك على حاجه، طب اقول لك على حاجه بقى يا ياسمين، انت لما بتيجي المكتب معظم الوقت بتبقي مظبطه الدنيا ومش اللبس والحلق وبتاع مش عارف إيه. الايام اللي والله العظيم ده حقيقي بقى، خدت بالي دلوقتي احنا بنتكلم، الايام اللي بتيجي فيها عامله كده وحاطه ايلاينر وبتاع، اتيتيودك بيبقى مختلف، كلامك باشمهندسه احنا ما اعرفش يعني، بحس ان انت نازله من اوروبا في ايوه طياره بس برايفت جيت. يعني اتيتيودك في الرياكشن مع الكلاينتس وحتى في الشغل وانت تدخلي باشمهندس، لما بتكوني ريلاكس في لبسك باشمهندسه بقول لحضرتك ايه ايش ستك، تخيلي بقى. بس انا بقى عندي بقى مشكلة يعني هنا، سبحان الله طلع ده حاجه ان حق انا اي حد بقى مختص مش مجرد دارس يعني يقول لنا اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. عندي مشكلة ان انا يعني مثلا انا ليه ما باجيش كل يوم كده؟ عشان انا ساعات بحس انه انا طب انا مش قادر النهارده انا مش مش قادر قادره، انا لا مش طبعا ما عايزه. تضغطيش على نفسك. فبحس انه لا، طب لا ما ما هي انا بتيجي مش زي الفل، لا حد محتاجه. يفهم انها بتيجي بالبيجامه ولا حاجه، لا هي بتيجي زي الفل. عايزين يوم نعمل بيجامه البيجامه داي. دي ما عملناش ده اه ليه؟ قلنا حلو. هنيجي مره يوم برضو من اه غير حجاب، يعني عادي، هندخل بحجاب ونقعد بشعرنا عادي نعيش بالبيجامه اللقطه، عادي، ومره واحده ونبقى نعمل واحد تاني قاعدين بالبيجامه. مش هنعمل كده، مش هنقول كده، لا هنقول كده عادي. احنا عادي المكتب ماشي. كله عندي مهندسات زي الفل وكلنا بنات، يوم من حقنا نقفل علينا ونبقى لابسين هيلز وكولون ومش عارفه ايه وشعرنا من فضلك باشمهندسه ياسمين ممكن عشان اتفضل على شباك ثلاثه عادي جدا يعني. ايوه بس هي الفكره بقى ان يعني انا بحس انه مش قادره في وقت، توفيك لا مش قادره فيك، لا بالعكس، بس مش قادره النهارده ابذل مجهود في النقطه دي. ابذل مجهود. فانا عادي هلبس حاجه بيزك وهيكون شكلي كويس، بس مش قادره النهارده ان انا اكون بس يعني. بتلبسي كويس يا ياسمين. بس بالظبط. يعني مش قصدي يا جماعه، مش بتكلم على اللبس كلبس، انا بتكلم على ان انا اهتم بهيئتي، مش اهتم بهيئتي ان انا مبهدله، لا يعني I would like to feel good النهارده، انا عايزه احس ان انا تمام، فانا هبقى تمام وهلبس تمام وشكلي في تمام. فرق ما بين ان انا نازله مبهدله لا دي وما حاجه لا، بين ان انا نازله عادي لابسه casual حاجات very very casual look وبيزك خالص، ما light. فيش حاجه، اه بس مهندمه. بالظبط، ده يا جماعه حد ادنى. اياكم تفتكروا ان انا لما انزل بجد، انا بتكلم جد بقى، بنات كبار وعرايس وبتاع تقوم نازله، يعني طبعا بغض النظر ان التراك سوتس دلوقتي ترند، بس انا ما انزلش مبهدله من بيتي، ما انزلش شعري موجود. عايزه اقول لكم على حاجه، انا الايام اللي فيها كنت ببقى نازله مثلا مستعجله على حاجه، فاقوم نازله لابسه جينز وهودي وبتاع، واقول خلاص انا ما حدش يشوفني، قسما بالله تامر حسني في وشي. بقابل امه لا اله الا تامر الله. اول حد هنقابله. فمش عشان الناس، مش عشان الناس، بس انا طب انا ليه اعمل في نفسي كده؟ بالظبط. فانتوا كده كده تنزلوا من بيتكم مهندمين مرتبين نضاف. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على حاجات ما يصحش نتكلم عليها، دي حدود ادنى للبني ادم ان هو يبقى بني ادم. انا نظيفه وريحتي كويسه وشكلي كويس ولبسي كويس، بس اقصد يعني مش مركزه ان انا لابسه العقد ده لايق مع العقد ده لايق مع يعني انا فهمت انت تقصدي ايوه ايه. يعني، بس يعني برضو انا ليا حق على نفسي ان انا ابقى نازله شكلي كويس. بالظبط. اه دي حاجه كويسه.
لكن ان انا ابقى نازله شكلي بيرفكت كل يوم، لا لا انا مش مطلوبه بده. لا، وفي حياتي عامه انا مش مطلوبه ان لازم انا تبقي اكون بيرفكت طول بيرفكت الوقت. في كل حاجه، في صح. حاجات في اوقات واوقات. هي هقول لك على دي حاجه اهم برضه، انا من بوينت. ضمن الحاجات اللي تعبتني قوي لما اتجوزت، عشان مش هنطول اكتر من كده. من ضمن الحاجات اللي تعبتني قوي قوي لما اتجوزت، عشان انا كنت صغيره. مش الجواز يعني، طبعا اكيد الجواز متعب، بس انا مش بتكلم عن النقطه دي. ما آه، قلتليش الموضوع ده ما على قلت فكره. لك لا، ما انت كنت حاسه ان انت داخله بقلبك، ماشي، ما رضيتش شكرا اوجعك. يعني شكرا. الجواز جميل. بصوا يا جماعه، هو الجواز هنتكلم، فكريني بقى التوبيك الجاي اه هنتكلم عن موضوع الجواز، ان اه الناس لازم تغير رؤيتها للجواز. الجواز بيمثل ايه في لا حياتي؟ ده مش توبيك، دي ده توبكس، هتبقى سلسله. سلسله. بالظبط. دي هتبقى حاجه كويسه الجواز جدا على فكره. وسيله مش غايه. افتكروا وفكروني اعمل لكم الفيديو ده، لانه والله 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 لما انا يعني اي شيفتد تفكيري وحركت زاويه تفكيري وفهمت ان الجواز ده وسيله مش غايه، انا حياتي الزوجيه اتصلحت جدا. لما قلت النصيحه دي لناس كتير، الحمد لله رب العالمين، انا ببقى اكيد مش ببقى عارفه، هم اللي بيجوا يقولوا لي. انا مش ناسيه لما انت قلتي لي وطبعا مش هسمي ناس من ضمنهم ناس معانا هنا في التيم، فهنرجع لموضوع الجواز ده. مش هقول على اسمك مش يا هنقول نوسة. على اسامي بقى، بالظبط بقى اللي عارفه نفسها. المهم، فانا اول لما اتجوزت كانت اكتر حاجه بتضايقني ان انا عندي بيرفكشنزم شويه، والسعي للمثاليه بزياده المفرطه، بس مش مرضيه يعني، مش اوبسيسيف يعني، مش وسواس قهري. بس عايزه كل حاجه كويسه. عايزه كل حاجه زي الفل. عايزه ابقى، انا اتجوزت وانا في الجامعه، عايزه اخلص الجامعه وابقى شاطره واظبط بيتي، وانا كانت جامعتي، احنا كنت اي سي في التحرير، وانا ساكنه في مدينه نصر، واصحى وحضرتك كنت الصبح. حامل انا ده ايه وخلفتي. ده؟ ليه كده؟ ده ففكره المثاليه بريشر. دي، وانا عملت لكم فيديو لما اتعورت عن واحده كانت بتشتغل معانا في التيم، قالت لي اكسر خشبه، برضو مش نفس هنقول هي الشخصية مين، مش هنقول مش عليها هنقول عليها خالص، خالص. مش هنقول خالص عليها. لا مش لازم يا جماعه، مش لازم تبقى بيرفكت طول الوقت، مش لازم يبقى عندنا مثاليه، لكن السعي، والله اعلم، السعي ان احنا نبقى مثاليين، والسعي ان احنا نحسن من اخلاقنا ونحسن من شكلنا ونحسن من طباعنا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيشكره. ايوه فاسعوا، سعي بس ما سعي. تجلدوش بقى نفسكم يعني. ليه بقى؟ لان في ده حد بيخلي يعني، واحد ينزل زياده، صح؟ وكمان حضرتك يعني عرفتي تعملي ده، يعني حضرتك يعني في ما ناس شاء الله صح. يعني كل واحد بيبقى ليه قدرات صح. في حاجات ما معينة. اقدرش انصح الناس بكده، وفي ناس ما ومش عندهاش هينفع ده. كلنا نعمل ده، ومش هينفع ان احنا كلنا ما مم. نعملش ده. في حد وتحبط هيقدر بقى. يعمل بالظبط. ليه؟ مم. لان انا لو ما قدرتش اعمل ده صح. زي ما باشمهندسه هي عملته هاحبط. طب ما هي ما عملته، هي عملته انا ما عملتوش ليه؟ صح. ما هو مش لازم كلنا نقدر نعمل نفس الحاجه. صح. كفايه عليكم كده. نشوفكم في فيديو تاني، وهنكلمكم عن موضوع تاني مختلف، مش هقول لكم هو ايه. يا رب تكون الابيسودز دي عجباكم.